شنو الحل بموضوع التحرش؟ قبل ما نحكي بالحل خلونا نحكي بنقطة مهمة، بما انه احنا حكينا النسب اللي عندنا اللي جزء من عندها مو كلها صح، لان مشكلة التحرش ما بي ابلاغات، وهاي النقطة نذكرها حتى ننطي الموضوع حجمه، ما نخاف اكثر من اللازم ولا نسهلها اكثر من اللازم. ولازم نذكر انه الرجل الشرقي احسن من الرجل الغربي بهاي المواضيع. لا تستغربون، نعم احنا احسن منه. زين ليش احنا احسن منه؟ لانه رغم وجود الانفتاح وسهولة اقامة العلاقات الكاملة بالغرب الا انه تكثر عندهم حوادث الاغتصاب والتحرش والاغتصاب مع القتل، وهذا في ظل وجود القوانين اللي تعاقب على هذا الشيء. وهذا اللي تقول الاحصائيات، امريكا مثلا بها اكثر من 90,000 حالة اغتصاب سنويا، والدول العشر الاولى عالميا بها دول مثل المانيا، بلجيكا، فرنسا ودول العالم الاول. احنا كعرب عندنا الضمير الذاتي اللي يراقب نفسه بنفسه، واذا ما مصدق ادخل شوف التجارب الاجتماعيه للبيع بدون بائع. وهسه نرجع للحلول، وعندنا 5 حلول بهذا الموضوع واكو غيرها. وجود رادع قانون يعاقب المتحرش بالعقوبة اللي يحددها القضاء، وهنا نعاقب المتحرش وبنفس الوقت ننبه البقية. التوعية، اعطاء الدروس والمحاضرات للناس بمختلف الاماكن حتى الناس تقوم تسمي المسميات باساميها. هذا مو شقة ولا عادي، هذا تحرش. دعم الضحايا قبل ما يكونون ضحايا، نعلم الاطفال بنات واولاد على هاي الامور. ممنوع تحكي ويا احد غريب، وممنوع تركب السيارة ويا احد غريب، وممنوع تمشي ويا احد غريب بمكان بعيد. دعم الضحايا، تقديم الدعم بعد الحادثة مثل الدعم النفسي والدعم القانوني حتى الضحية تحاول تتخطى الموضوع وترجع للمجتمع مرة ثانية. استمرار طرح الموضوع والكلام به، نظل نحكي بالموضوع ونوعي به ونخلي الرجال يشاركون به مشاركة زينة. هاي وحدة من الخطوات المهمة لحل هذا الموضوع. واخيرا بنهاية هاي السلسلة لو المجتمع يفهم تأثير هذا الموضوع على الطرفين راح يقل النقاش بهذا الموضوع ومنه غلط ومنه صح، وراح يتجه المجتمع بالمسار الصحيح، والباقي يمكم لان احنا ما راح نغطي الموضوع من كل جوانبه.